عنده مخاطب رسمي. ثانيا يجب ان يكون مسجلا لدى اللجنه الوطنيه كناصري، هذه التزامات. ثالثا يجب ان يكون هاد الجوج هما اللي كيكونوا يعني اغلبيه ديال الوكلاء العقاريين مازال ما واش ما بغاش، واش ما هو ما قدرش كيفاش يتسجل. هاد الجوج ديال العمليه ديال التسجيل الوزاره قامت باصدار دوريه للمراقبين على المستوى الجهوي المستوى الترابي باش يساعدوا الوكلاء العقاريين في عمليه التسجيل. اللي ما عندوش المام بعمليه التسجيل عنده الامكانيه يلتحق حتى بالمديريات الجهويه والمديريه الاقليميه من اجل التسجيل ديالو. هذا التسجيل عندنا الهدف ديال التسجيل. الهدف من التسجيل هو الوكيل العقاري هل كيعطيه واحد في العمليه ديال غسل الاموال، العمليات كتكون مشبوهه، كيكون هو معروف اذا دار هذيك العمليه بصحيح الاستيلاء، كيكون معروف، يعني كيكون معروف لدى الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه، وكيكون معروف لدى اللجنه الوطنيه اللي كتكون عنده القوائم ديال الارهابيين المحليه والدوليه. غنشرحوا شنو هي المساله الثالثه. هي مساله، المسائل الاخرى الاغلبيه ديال الوكلاء العقاريين يعني كيكونوا حنا ما عندناش مشكل معهم، لان الاغلبيه عندهم هذه المساله. هو التكوين ديال الارشيف. تكوين ارشيف لمده خاصو يكون عنده الارشيف يبقى 10 سنوات قانون القانون. المساله ديال شنو هو المعطيات المعلومات اللي خصها تكون في الارشيف. غتلقاو في الدليل في الاخر ديال الدليل الاستمارات اللي ممكن يعني تساعدوا راسكم بها باش تعرفوا شنو كاين في القانون. هذا كنهضروا قانونيين، اما الواقع هذا كنهضروا اللي في القانون معطيات سواء على شخص فردي ذاتي او شخص معنوي، يعني شركه ولا مقاوله ولا كيكون اجنبي. هاد المعطيات اللي خاص الوكيل العقاري يسجلها، يعني حنا اللي كاين في القانون حطيناه، هي مساله باش من كنهضروا على الوكيل، راه مساله كتعلق بالنوطير، بالعدول، بالمحاسبين، بالعملات ديال الصرف، بالديوانه، بجميع هادو كتسمى ملي كتكون المراقبه كتشوف الوكيل واش كيدير هذيك، واش عنده عنايه داخليه. هادو هما الاجراءات الداخليه اللي كتكون كاينه عنده اصلا. زائد انه وكيل مطالب باش ملي كيكون مسجل في اللجنه الوطنيه كتكون له التحيينات ديال الاشخاص الارهابيين والكيانات اللي كاينه ارهابيه على المستوى الوطني ولا الدولي. كيكون هو اول واحد يعني من الاشخاص كيطلع لي داك الميساج ديال اللائحه اللي كتبدل، سواء زادوا الناس ولا نقصوا في ديك اللائحه. هي اللائحه للعموم اللي دار كناصلي بوا جيستيس بوا ام ا بوا بو بوا ام ا كيطلعوا ليه دوك اللوائح. ماشي هو بالضبط الوكيل، غير الوكيل كشخص من الاشخاص القانون ما اللي محدد من الاشخاص الخاضعين كيطلع لي في الميل ديالو. هو اللي عندك الميل ديالو كيولي كيطلع لك باللوائح. اي تغيير في اللائحه كتشوفوا انت الاول. هاد المساله ديال التسجيل كما قلنا الوزاره واخذه بعين الاعتبار عدد من الوكلاء العقاريين، يعني كاين تفاوتات في المستوى التعليمي، ماشي في المستوى ديال الذكاء ولا المستوى ديال باش اللي ما قاريش لا قاري ما عندناش معاه مشكل. لانه اصلا حنا كان بعض التساؤلات اللي كانت الناس اللي ما قاريش كيقول لك انا كيفاش نسجل، كيفاش غنتبع. راه في القانون كاين المخاطب الرسمي والمخاطب النائب ديالو في لاريس. النائب ماشي ضروري انه يكون معك خدام معك في الوكاله، ممكن يكون ولدك، ممكن يكون مرتك، بنتك اللي عنده المام باللي ميساج باللي كيطلع. وراه عادي ولات الامور يعني سهله جدا. لان هاد اللوائح ماشي كيطلعوا كل سنه ولا ممكن بالعام
هذا تقريبا هو مجمل الالتزامات اللي كاينه عند الوكيل العقاري. وهذا هو اللي اي زياره ديال مراقب مثلا الوكيل العقاري حنا كنهضروا بصفه عامه ومجرده. اي رقابه تكون فيها هذه المسائل هي اللي كاينه. يعني الوزاره ما كتدخلش في المساله ديال تصريح الشبه. هذه المساله ديال تصريح الشبه اللي راه عليها الممثل ديال وطن المعلومات الماليه عنده علاقه الوكيل مباشره مع الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه من اجل الحمايه ديالو وحمايه ديال المعلومات اللي كيعطيها، لان من المسائل سريه. حنا بكثره ما يعني كان عندنا لقاءات مع الوكلاء العقاريين، جميع الهموم ديال الوكلاء العقاريين عارفينها، لا بالحمايه لا انا زعما شنو يمكن لي انا عندي غير شي وكاله صغيره كنتعامل غير مع الناس الصغار، الناس الكبار كيتعاملوا بلايص اخرى. لا، القانون كيلزمك المسائل اللي كدير، ما كديرش شي حاجه ما كديرش شي حاجه، شكون اللي تايره لزمك بانك غادير صحيح هادشي بها؟ يعني المساله واضحه. لكن انت فعلا وكيل اللي شاف بان واحد العمليه ماشي هي هذيك هو مع راسو، يعني الدوله عارفه دابا كاين المساله المحليه مع الامن ومع السلطه المحليه، راه اي واحد كيديرها، يعني كتبوانت لك السيد نعرفو واش مزيان. وكاينه المساله الاخرى، الدوله دابا هذه المساله علاش هو كدير مثلا داك التصريح الشبه؟ لا تكون شي عصابات اجراميه دوليه ولا عنده علاقه ماشي غير، والبحث كيكون موسع، لان مثلا ملي كتمشي في التحقيقات ديال الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه كتكون التحقيقات ماشي غير هذيك غير بحال الناس كتعطيه انت الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه وكينساو، وهما كيديروا على المستوى ديال القطاعات كامله. كيكون ذاك البحث يعني شامل ومتكامل، على اساس انه الاخير اما يتم الحفظ ديال الملف ولا كيمشي للنيابه العامه كيتحاكم محاكمه عادله. نزيد الهموم اللي كنعرف بان الوكلاء العقاريين الهم ديالهم هو القانون. القانون باش ما نبقاوش نهضروا فيه بزاف، القانون راه حنا حريصين ان القانون يخرج يعني. وكاينه شي حوايج اللي كانت جديده هذا العام، والسيده الوزيره في مجلس المستشارين لحات على انه ضروره تقتضي الان ان الوكلاء العقاريين يتمتعوا بالقانون ديالهم وتنظم القانون ديالهم من اجل المحاربه ديال العشوائيه ومن اجل التاطير ديالهم، من اجل انه الاحصاء ديالهم يكون احصاء يعني شامل. وهاد التسجيلات اللي كتكون ديال لا بالنسبه للهيئه ولا بالنسبه للجنه كتساعد الوزاره في الدفاع على الملف ديال الوكلاء العقاريين. كل ما كانوا عندنا تسجيلات بزاف كل ما كيكون عندنا بانه راه هذا قطاع كبير وقطاع منظم والناس منخرطين، وبالتالي ضروري تقتضي انه يكونوا بحال العدول وبحال النوطير وبحال المحامي وبحال الديوانه بحال الكازيونات بحال العملات ديال الصرف بحال الامانه بحال الوفاقات. يعني حتى هو خصو القانون ديالو. ما يمكنش هذا السيد هاد الناس اللي منخرطين تا هما وكيديروا واحد يعني سادين واحد الباب، راه بحال اللي بحال الدوله كتحمي راسها كل واحد دايرها في واحد البلاصه. يعني هو كيدير الدور ديالو، من لازم انه الدوله تكون يعني عندها حتى هي رد الفعل. يعني وهذه المساله كما قلت نعاود نكررها بان الصلاحيات ديال الوزاره غادا تقوى اذا كان خرج القانون، وبالتالي راه في مصلحه الوزاره وفي مصلحه الوكيل العقاري، مما كيتطلب تعاون وتضافر الجهود بين الوكيل وبين الوزاره من اجل الاخراج ديال القانون. النقاش ديال الاشراك ديال الوكيل العقاري في المضمون ولا في المعطيات ديال الوكيل ديال المهنه هو نقاش غادي يجي في مرحله من بعد ما يخرج القانون، لان فيه مراسم تنظيميه باش كيتحدد لك
العموله ديالو، باش تحدد الشروط، باش وكاينه اليات ديال البطاقه، كيفاش تخرج البطاقه الوسيط العقاري، البطاقه للوكيل العقاري. وبالتالي ما نسرقوش الاحداث، الامور قاعده في الطريق ديالها. ومشكورين على حسن الانتباه. نعطي الكلمه للسيد الرئيس من اجل اعطاء واحد الكلمه مقتضبه، ونشوفوا الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه، ومن بعدها اللجنه الوطنيه. كلمه السيد العراقي